الرحيم هنعمل مع بعض النهارده مسحب البيك زي الطريقه الاصليه بتاعه السعوديه بالظبط. اللي سافر السعوديه وهيجرب الطريقه دي مش هيفرقها عنها. انا هقول على طول بسم الله في الوصفه. عندي هنا نص كوبايه هوت صوص، عليهم معلقه كبيره خل، والبهارات من كل حاجه معلقه صغيره، جنزبيل وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وشويه شطه وفلفل اسود وكزبره ناشفه وذره قرفه وكمان رشه جوز الطيب. هظبط الملح بتاعي، بس هعمل حساب ان في ملح في الهوت صوص. هقلب كل المكونات عندي مع بعض. طبعا انا غاسله صدور الدجاج عندي كويس جدا ومصفياها من الميه. دول نص كيلو، تقدروا تزودوا الكميه وتقللوها حسب رغبتكم. طبعا تقدروا تشتغلوا فيها كمان ساعتين 3 لو مستعجلين عليها، بس انا هسيبها ليله كامله وبعد كده هقول لكم نسويها ازاي. بعد مرور الوقت عندي هنا كيسين تلاجة فاتحاهم بالشكل ده. تقدروا كمان تجيبوا الاكياس اللي هي المغلقه. هنبتدي نرص فيها صدور الفراخ كده بشكل مستطيل مش بشكل دورية. انا بس هحطها في الصينيه عشان هقول لكم هنعمل ايه. رصيتها كده بالطريقه دي. هحط كمان الكيس التاني اللي انا فتحته فوقيه كده، وهشيله في الفريزر لمده نص ساعه او ساعه لحد بس ما تجمد معايا، عشان لما اجي اقطعها تتقطع معايا بسهوله. شكله بعد ما سبته في الفريزر لمده ساعه، هبتدي بقى اجيب السكينه كده واقطعه على شكل مربعات. قطعته بالشكل دوت. بصوا عملت مربعات ازاي. في نفس الوقت هنا مجهزه عندي شويه هوت صوص وكمان دقيق وبقسماط، نصه خشن ونصه ناعم. ده شكله. هبتدي كده اغطسها في الهوت صوص بدون بيض بدون لبن بدون اي حاجه، وبعد كده احطها في الدقيق، واخر حاجه في البقسماط. هخلص كل الكميه بنفس الطريقه. ده شكله بعد ما غطرته كله بالبقسماط. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله كميه محترمه جدا من نص كيلو. انا هجهز بقى الزيت واقول لكم نقليه ازاي. عندي الزيت يكون سخن، بس النار تكون وسط علشان ما تاخدش لون من بره وتكون لسه نيه من جوه. انا هطلعها دلوقتي. انا ما قلبتهاش غير لما خدت لون من الجنب الاولاني، وبعد كده قلبتها على الجنب التاني عشان الكفر بتاعها ما يقعش. ده شكله بعد ما حطيته في الطباق زي التقديم بالظبط بتاعت مسحب البيت. بصوا القرمشه، عايزه اقول لكم بجد طعمه وريحته تحفه، وللناس اللي سافرت السعوديه مش هتفرقوا بالظبط عن طعم البيت. يا ريت تجربوها بالطريقه دي وتسيبوا لي كومنت رايكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هوصلكم بصفات تانية جديده.